والدهم مليونير، شالوه وودوه دار المسنين. ليه؟ عشان ما عايزينه يتعب أو يعني يشغل نسوانهم أو أولادهم، وما عايزينه يقعد معاهم في البيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتمنى أنكم تكونوا بألف خير، صحة وسلامة. قصة الليلة واحد من يعني المليونير أو رجل أعمال، يعني كان مشهور في البلد بتاعته، وسبحان الله يعني بقى كبير أو يعني تقدم به العمر. وسبحان الله فجأة زوجته اتوفت رحمة الله عليها، وكان عنده 3 أولاد. 3 أولاد، يعني أي واحد فيهم أبوه عامل له شركات وعامل له يعني عربات وبيوت ونعيم وخير كتير. فسبحان الله فجأة زوجته اتوفت. فلما زوجته اتوفت بقى قاعد وحيد، ما عنده يعني ما معاه أي شخص، أولاده أي واحد ببيته وزوجته وأولاده. فالأب يعني قعد فترة من الزمن، فالمهم يعني الوحدة صعبة، والوحدة يعني حاجة يعني مرة للإنسان. فقال يمشي ويقعد مع أولاده. فسبحان الله مشى قاعد مع أول واحد من أولاده. أول ما نزل عنده كم يوم زوجة ولده يعني زهجت إنه هو قاعد معاهم في البيت. فسبحان الله قالت لابنه: يا أنا يا أبوك، يا أنا يا أبوك. فقال لها: أنتي أبويا يعني يمشي. فسبحان الله يعني عقوق الوالدين زي دي موجودة في المجتمع، سبحان الله، عافانا الله وإياكم، وربنا يهدينا ويهدي الناس أجمعين. فقال لها أبوي، قلت له: أبوك ولا أنا؟ فقال لها: أنتي. فسبحان الله أبوه فات أو يعني صرف أبوه، فمشى لابنه الثاني نفس الشي، قعد معاهم يوم يومين. في الآخر شنو؟ زي زوجة ولد أجو قلت له: يا أبوك يا أنا، نفس اللي سبقت. سبحان الله. فقال لها: أنتي أبويا يمشي. حتى الثالث برضو نفس القصة، سبحان الله، ونفس الكلام، وكأنهم يعني متواصين، وكأنهم ما أبوهم، وكأنه يعني إنسان رباهم وأطعمهم وعلمهم. وأي واحد فيهم عنده يعني شركات وأموال، لكن أبوه ما يقعد معاه. فهذه قصة يعني في قمة الألم، سبحان الله. فالمهم يعني آخر واحد برضه نفس الشي، صرف أبوه اللي هو الثالث، وهو ما كان عنده بنت عشان يمشي ليها إلا أولاده ال3. سبحان الله في الآخر اجتمعوا مع بعض الأولاد وقالوا: إننا نشيل أبونا ده أو ناخده ونوديه دار المسنين. عشان شنو؟ قالوا: نتخلص منه ويمشي يقعد يعني في دار المسنين وريحنا، يعني بدل جاي عندنا ويمشي عنده ويمشي عنده، يقعد في دار المسنين. سبحان الله أبوهم رباهم ال3، لكن ال3 ما قدروا أو يعني ما استحملوا إنه أبوهم يجلس معاهم. فتخيلوا إنسان يعني بكامل قواه العقلية وشخص سليم جدا، لكن برضو يعني سبحان الله النفوس يعني لما تبقى صعبة فبتشوف الدنيا الواسعة دي ضيقة. فالطيب في النفوس، يعني نسأل الله إنه يطيب نفوسنا ونفوسكم يا رب العالمين. فالمهم الأب مشى يعني. فالولد قال: كيف إحنا نودي أبونا دار المسنين وهو يعني بعقله أو عقليته سليمة، أو هو يعني ما كبير شديد أو ما عجوز؟ حتى إذا كان كبير شديد ده ما بيديهم الحق إنهم يعني يتخلوا عن أبوهم. فعلى حسب نظرتهم فقال له: يعني كيف نوديه وهو يعني سليم العقل ويعني أبونا شديد، لكن كيف نوديه دار المسنين؟ فسبحان الله واحد فيهم قال: نسقيه مخدر أو نديه مادة منومة، ومن حالته ديك نشيله ونوديه دار المسنين على الهيئة بتاعة التخدير. فسبحان الله ما في واحد فيهم عارض، ولا في واحد فيهم قال لأ، ولا في واحد فيهم يعني قال ده أبونا ربانا وعلمنا، والخير اللي نحن عايشين فيه ده من يعني من تعبه ومن خيره. ما في إنسان سبحان الله واحد فيهم ذكر الجميل لوالده. نهاية كلهم شنو؟ اتفقوا على أمر معين. القصة دي سبحان الله بتذكرنا بقصة سيدنا يوسف، إنه أخوانه شالوه وجدعوه. أول كانوا دارين يقتلوه لكن جدعوه. الآخر قال لهم: ألغوه في غيابات الجب، يعني دعوه في البير. فسبحان الله القصة بتاعت الراجل ده يعني نقول إنها مشابهة أو يعني قريبة ليها.
فالمهم شالوا أبوهم، جابوا له تقريبا عصير أو لبن شربوا، وسبحان الله نام. فالوالد نام، أول ما نام كلهم شالوه ومشوا به دار المسنين. القصة دي والله يعني بعض الناس ممكن تقول ما بصدق، لكن حكاها واحد من الشيوخ وواحد من رجال الدين. فسبحان الله قال شالوه وودوه دار المسنين. قال في دار المسنين أول ما وصلوا لمدير الدار قالوا له يعني ده أبونا وعقليته بقت ما سليمة، يعني جابوا شهادة زور في أبوهم. ودار المسنين مسكت الوالد، وسبحان الله تقريبا يعني بعد كم يوم تبين إنه هو إنسان يعني سليم العقل. فلما ودوه دار المسنين أول الأب ما أفاق من المنوم، فدار المسنين حكوا له الحاصل. وهو طبعا سأل إنه أنا جيت هنا كيف أو جابني هنا منه. فحكوا له للأسف الشديد قالوا له أولادك جابوك هنا. وسبحان الله يا جماعة عشان تشوفوا يعني قدر الشر وكمية الشر اللي في الأولاد ديل، قالوا له أول أبونا ده ما يتوفى ما عليك إلا تضرب لنا تلفون ونحن حنديك البشارة. بشارة بتاع شنو يعني؟ بشارة على إنه أبوهم يتوفى، أو بشارة على إنه أبوكم مات وإنتوا تشيلوا الميراث. فدي نفوس يعني أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني هدانا الله وإياهم. فالمهم قال لي بتاع دار المسنين المدير قال له أول ما يتوفى اتصل علينا ونحن حنيجي نديك البشارة. طبعا المدير استغرب في الأولاد ديل، واستغرب في النوعية دي من الناس، ويستغرب في النوعية دي من البشر. فسكت، ما يعني ما حيقدر يقول للأب الكبير أو لأبوهم أطلع. بالعكس يعني مسكه وقعد معاهم. وسبحان الله يعني الأب لما صحى وكلموه بالحاصل، فسبحان الله يعني الراجل ده قالوا دخل في حالة من حالات الحزن الشديد، يعني حزن مبالغة سبحان الله. فبعد يومين فقط، اللي بيحكي عن القصة دي قال بعد يومين فقط الأب سبحان الله يتوفى من القهر ويتوفى من الحزن ويتوفى. يعني هي إرادة الله، لكن اللي تسبب إنه هو يعني حزن شديد ودخل في حالة من حالة الحزن المبالغة. يعني ديل أولادي ربيتهم وكبرتهم وعلمتهم، وأي واحد فيهم مديه عربية وأي واحد شركة، يعني هو مليونير بيحكوا عنه إنه إنسان يعني ما شاء الله. لكن سبحان الله أبنائه ما حفظوا الجميل بتاع أبوهم. فسبحان الله يعني بعد توفى صاحب الدار اتصل على الابن، اتصل عليهم. فلما هم ردوا قالوا ليه أيوة، قال لهم أبوكم توفى. فقالوا سبحان الله، قال فرحوا، سبحان الله قال فرحوا فرح شديد. وقالوا له أبشر وإحنا حنجيب لك 10,000 هدية على إنك أنت قلت لنا إنه أبوكم يتوفى. استغرب يعني في النوعية دي. لكن سبحان الله المفاجأة اللي هم ما يتوقعوها أبدا، لا يتوقعوا إنه أبوهم يعمل فيهم العملية دي أو الحاجة العملية دي، ما يتوقعوها. فلما سبحان الله وصلوا الدار وشالوا الجثمان، والمهم ستروه ودفنوه رحمة الله عليه. فلكن قبل ما يطلعوا صاحب الدار قال لهم قبل ما تطلعوا من هنا الوالد يعني رحمة الله عليه جاب فسبحان الله بعد ما أبوهم يتوفى قال لهم أبوكم جاب يعني محامي. تقريبا المحامي قال لهم جاب أوراق وهو يتبرع بكل أمواله وكل ما يملك لهذه الدار. فطبعا هم انصدموا شديد ودخلوا في حالة من حالات الخلعة إنه كيف أبوهم يعمل كده. فالأوراق سبحان الله طلعت رسمية، وكل الأوراق الثبوتية عند القاضي أو عند المحامي وقع عليها الأب. وسبحان الله يتوفى وهو زعلان منهم، يتوفى وهو غضبان عليهم، يتوفى وهم يعني يتخلوا عن أبوهم اللي رباهم منذ الصغر، ورباهم وعلمهم وكبرهم لحد ما وصلوا للمراحل اللي هم فيها. تخلوا عنه بكل بساطة وبكل أريحية. وللأسف الشديد الأب يتوفى، لكن سبحان الله ما ترك لهم شيء. هم دارين إنه يتوفى ويشيلوا الورثة كلها ويعيشوا يعني زي ما هم عايزين، زي ما قالوا لبتاع الدار يعني أول ما يتوفى ورينا.
فسبحان الله العظيم، أبوهم اتوفى لكن الخير بتاعه كله وكتبوا لدار المسنين اللي فيه هم في البلد اللي فيها. فانكتبت لدار المسنين وكل الأوراق والتوقيعات ثابتة، والمحامي بتاعه كمان يعني بيشهد إنه الراجل ده عقليته سليمة. فللأسف الشديد خسروا يعني في الدنيا، وأبوهم في الآخرة ما معروف، يحفى عنهم ما يحفى عنهم يعلم الله. لكن الناس يعني ما تنسى الجميل لأمهم وأبوهم. الناس ما تنسى إنه يعني الأم والأب رضاهم بيجلي برضا الله. فسبحان الله يعني، وبالوالدين إحسانا زي ما ربنا قال. فديل نسوا الإحسان ونسوا أي شيء وتخلوا عن أبوهم، وللأسف الشديد خير أبوهم كله انصرف عنهم. فنسأل الله لنا وله والجميع الهداية، وربنا يهدينا والناس أجمعين. وصلى اللهم وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.